هي التي اشتهرت بلقب سندريلا السينما العربية؟ الإجابة الصحيحة هي الفائزة بسؤال المشاهدين للأسبوع الفائت هي يسعد مساكم واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من برنامج من سيربح المليون. حلقتنا اليوم مخصصه للاجداد وللجدات. نعم، في احلى منهم، وهن غالبا بيكونوا نبع الحنان لاحفادهم، وياما جد او جده اثروا في حياه احفادهم وفي مستقبلهم اكثر من الابوين، وياما جد او جده تولوا هن تربيه الاحفاد في غياب الاهل لاسباب وظروف معينه. اسمحوا لي في البداية وجه تحية إلى كل جد وجدة في الوطن العربي، وأدعو لهم بطول العمر. واسمحوا لي أنه استقبل الآن أول جد بهالحلقة، وهو محمد عبد الوهاب حمزة من سوريا. ما شاء الله، شو هالجد النشيط. ها ايه، لان حتى نفرجي للشباب شلون نحن. طبعا. شلون نحن؟ يعني نحن من حلب. من حلب. هيك انت من حلب؟ من حلب. اهلا وسهلا فيك. محمد عبد الوهاب. نعم. ليش حمزه دخلك؟ خلي مازال. لا، محمد عبد الوهاب مركب، اسم مركب. اسم مركب. كله على وزن محمد عبد الوهاب. والكنية حمزه. نعم، والكنية حمزه. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك يحفظك. خبرني، انت متقاعد. شو كنت تشتغل؟ امور تجاريه خفيفه. نعم. ابني صار شاب، الله يخلي لك اولادك. ما شاء الله. استلم عني الامور كلها. عندك عندي ثلاث شباب. ابني الكبير. ابنك الكبير. استلم عنك. الله يوفقكم. شو عندك احفاد؟ احفاد عندي 10. ما شاء الله. عندي 8 اولاد و10 احفاد. الله يخليك. 5 بنات و3 صبيان. يا سيدي، مش رح ناخذ من وقتها كثير، لانه اذا بدنا نحكي عن حلب ما بدنا نخلص. هلا بتخلص الحلقه نحن عم نحكي عن حلب، خاصه في معنا المستشار الحبيب الاخ حسين الشبكشي. اكتشفت انا انه من محبي القدود الحلبيه، وهيدي شغله كثير حلوه بشاب خليجي. بقى بدي اوجه له تحيه ببدايه الحلقه. حسون، مرحبا. اهلين استاذ جورج. طلع لنا شاب من حلب، هلا فينا نغني نحن وياه. على راسي 100 السلامه واللقش الحلبي. وابعث لي جواب. وبعت لي جواب وطمني. الله يخليك. الجواب بدي اياه من عندك ان شاء الله ان شاء الله. اخي محمد، 12 سؤال الى المليون. عرفت كيف؟ ما بقى في اسئله سهله، كلها اسئله صعبه. بتبدا بالسؤال الاول وتنتهي تصاعدا الى السؤال 12. وسائل المساعده معروفه: حذف الاجابتين، الاتصال بصديق، طلب مساعده الجمهور. وعندك الوسيله الرابعه اللي هي المستشار، ما فيك تستخدمها الا بعد ما تكون ثبت المبلغ اللي انت بتحب تضله ما تعود تخسره. فلذلك قبل كل شيء بدي اطلب منك تثبت المبلغ. السؤال الخامس. السؤال الخامس 10000 ريال. 10000. طيب، متواضع يا سيدي. يعني هيدي الحكمه هيك بتقول. حكمه الاجداد. صحيح. اللي مثلنا انا وياك يعني. صحيح. الله طيب. يخليك. السؤال الخامس، فاذا ثبتنا بعد السؤال الخامس، لما بتجاوب على السؤال الخامس بصير بامكانك انك تستعين بخبره المستشار الاخ حسين، اللي راح يحاول يساعدك قد ما فيه. ان شاء الله. جاهز؟ تفضل، توكل على الله. اذا مع الاخ محمد عبد الوهاب حمزي من حلب من سوريا، ومن سيربح المليون؟ السؤال الاول: بسم الله الرحمن. المؤشرات الاولى للمرض تسمى ملامح، مراسم، اعراض، كاريزما. رقم 3 اعراض. اعراض. جواب نهائي. نعم. الجواب صح. 500. السؤال الثاني: ما هو الزيزفون؟ شجرة،
زيتون صغير، زيتون مخلل، طائر. شجرة الزيزفون. جواب نهائي. نهائي. نعم. الجواب صح. 1000 ريال. السؤال الثالث: الأرملة السوداء هو نوع من أنواع الجواهر، العناكب، الأفاعي، الدبابير. عناكب. عناكب. نعم. أنثى العنكب. جواب نهائي. جواب نهائي. وليش دخلك بسموها الأرملة السوداء؟ لأنه عكروتة بتقتله لجوزها. بعد اللقاح بتقتله. بعد ما تتزوج وبتقتله. بتقتله. الجواب صح، صار معك 2000 ريال. السؤال الرابع: البلد الأكثر إنتاجا للشاي في العالم هو سيلان، الهند، الصين، اليابان. والله أنا بعرف الهند. هند؟ هند. أي هند منهم؟ هند بنت عتبة. جواب نهائي. نهائي. أكثر بلد إنتاج للشاي بالهند، مع إنه الشاي السيلاني مشهور. جنبه نفس الشيء يعني. إيه بس ما في بس مقارنة سيلان بين سيلان وبين الهند. ما هيك الهند قارة، سيلان جزيرة. الجواب صح، صاروا 5000. يا ابو عبد الله، بعد عندك خطوه صغيره الى 10,000 اللي ثبتهم. خلينا نشوف السؤال العاشر، السؤال الخامس. 10,000 ريال. من هو صخر بن حرب؟ ابو العتاهيه، ابو ايوب، ابو سفيان، ابو الدرداء. صخر بن حرب، سامع فيه؟ إيش؟ أبو سفيان. أبوه لمعاوية، صخر ابن حرب. أبوه لمعاوية. نعم. بس فكرت كثير. إيه خربط. كنت محتار بالأبو، كلهم أبو. إيه؟ ما في أبو عبد الله هون. أبو سفيان. أبو سفيان. نعم. جواب نهائي. إن شاء الله نهائي. يا سيدي صار معك 10,000 ريال. الله يرزقك. ابو عبد الله، بعد السؤال الخامس يعني المبلغ اللي كنت ثبته انت، صار بامكانك انك تستخدم الوسيله الرابعه اللي هي الاستعانه بالمستشار. رح منتابع نحن وياك السؤال السادس ب20,000 ريال. من اخرج فيلم ايام السادات؟ محمد خان، شريف عرفة، محمد عبد العزيز، حلمي رفلة. حلمي رفلة قديم. محمد خان. بمين عم تفكر؟ محمد خان. متأكد؟ إذا في عندك وسائل مساعدة يعني، صحيح إنه ما بقى تخسر ال 10,000 بس لأنه حلمي رفلة قديم. نعم. شريف عرفة كمان قديم. محمد عبد العزيز ما بعرفه إذا مخرج، بس محمد خان بعرفه مخرج. نعم بعرفه مخرج محمد خان، بس إذا هو أيام السادات عم بطلع بكير الساعة استعمل المساعدة. أنت حر مثل ما بتريد. والله رأيي أتوكل على الله. محمد خان. جواب نهائي. جواب نهائي. مش سامع محمد عبد العزيز؟ ماني سامع فيه. الإجابة راح بعطيك إياها بعد الإعلان. مشاهدينا الكرام، ما تنسوا تجاوبوا على سؤال المشاهدين وتربحوا مبلغ 10,000 ريال سعودي للي بيختاروا الكمبيوتر. بدنا نتوقف لحظات للإعلان، منشوف إذا كان محمد خان